السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. أي يعني أخي وأختي، فضل الصلاة عن العبد أمرها عظيم عند الله عز وجل، وكلنا يجب علينا محافظة على الصلاة. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني كلنا مسؤولون على واحد الأسرة عندنا. أي واحد عنده واحد الأسرة مسؤول عليها يوم القيامة. وأول ما يحاسب الإنسان من أعماله وهي الصلاة. أول ما يحاسب عليه الإنسان وهي الصلاة. فالصلاة أمر عظيم عند الله عز وجل، والصلاة صلة بين العبد وربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكون العبد أقرب إلى ربه وهو ساجد،